هل جه خلاص الوقت اللي الذكاء الاصطناعي هياخد فيه مكانك؟ 40% خلاص من الوظائف هتختفي. تبقى لسه بادئ كورس برمجه وبتقول يا هادي وبتحلم بالدولارات، وفجاه يجي رئيس شركه انفيديا ورئيس الصندوق النقدي الدولي بالكلام ده. Nobody has to program. رئيس الصندوق النقدي الدولي واللي قالت ان 40% من الوظائف خلاص هتختفي. It shows that roughly 40% of jobs over the next years. واللي شبهت اللي بيحصل دوت بالتسونامي، وده ليه؟ علشان هيقوم بيها الذكاء الاصطناعي مكانك. وظائف هتختفي بالكامل، لكن وظائف تانية كمان هتظهر. كمان قالت ان مش كل الدول جاهزه للتعامل معاها، وان اكتر دوله بالنسبه لها هي جاهزه للتعامل مع التغير دوت هي الامارات، لكن باقي الدول مش جاهزه، زي البنيه التحتيه وامكانيات التحول والمهارات المطلوبه. هي شركه نيفيديا واللي حققت نجاح ضخم في الفتره الاخيره بسبب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، واللي قال ان في السنوات الاخيره كان منتشر ما بين الناس انك لازم تتعلم البرمجه. لكن الشركات حاليا بتنشئ تكنولوجيا حاسوبيه بتسمح لاي شخص عادي انه يستخدمها، ومش شرط يكون مبرمج، واللي شبه الامر بالمعجزه. ونتيجه للتطور في الذكاء الاصطناعي اصبح كل شخص في شركتك هو تقني. الكلام ده طبعا مش جديد، ده الواقع الجديد اللي بيفرض نفسه بقوه. حاول انك تطور من نفسك ومن شغلك بالادوات الجديده ديت، او حاول انك تلاقي شغل يكون بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. اي تطور بتحصل في ناس بتستفاد منه زي ما في ناس بتضر منه، والشاطر هو اللي ينسجم مع اي تغيرات ويستفاد منها. لكن شايف ايه اللي ممكن تستفاد منه في ظل التطور الجديد دوت؟ وهل الذكاء الاصطناعي هيكون بالنسبه ليك فرصه ولا تهديد؟